طيب أعلى صوت. أفلح ونجا من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. غريب سيدي يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا في الدنيا والقبر والآخرة من التجأ إليكم. طبتم سادتي وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. يا ليتنا كنا معكم، يا ليت نوفقوا لنصرتكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عن طريق الأنبياء والرسل هو 104 كتاب سماوي. من هذه الكتب السماوية هو الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن. والقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة على صدر النبي صلى الله عليه وآله، ونسخ كل الأديان حينما جاء النبي بدعوته ورسالته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نسميه بخاتم الأنبياء ليس المعنى هو فقط إنه آخر الأنبياء، لا، المعنى الآخر
هو أن القرآن الكريم والمعجزة الخالدة تبقى سارية المفعول حتى ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. يعني الإمام حينما يظهر، عندنا رواية اليوم مثلا من تسمع يظهر بكتاب جديد ودين جديد، هل إن الإمام الحجة حينما يظهر يأتينا بغير القرآن، يأتينا بغير هذه الكتب السماوية؟ لا، وإنما حينما الرواية تقول إن الإمام الحجة يأتي بكتاب جديد ودين جديد، بمعنى أن هناك أحكام في بطن القرآن الكريم لم تطبق على وجه الأرض، فالناس تعتبرها حكما جديدا شرعيا، حكما شرعيا جديدا. وإلا النبي صلى الله عليه وآله يقول: يحكم الناس على ملتي وشريعتي ويدعوهم إلى كتاب ربي عز وجل، فمن صدقه فقد صدقني ومن كذبه فقد كذبني. هذا قول النبي صلى الله عليه وآله. فالكتب السماوية التي أنزلت من القرآن إخوان آبائي من الله عز وجل عفوا هي 104 كتاب. من هذه الكتب الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن، والقرآن هو الأصل الذي نسخ كل الأديان، نسختها رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن اليهودية والمسيحية والصابئة يجب عليهم شرعا أن يدخلوا في الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، التوراة الإنجيل الصحيحين وليس المحرفين هن عند الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. حينما يظهر، أكو رواية هنا عندنا تقول: يحكم أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم، حتى في ظهور الإمام هناك رواية، بغض النظر عن صحة سندها ووثاقتها. ولكن الإمام لو فرضنا أنه يحكم أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم، هل يحكمهم بالتوراة والإنجيل التي هي حاليا المحرفة عند اليهود والنصارى؟ لا، التوراة والإنجيل الصحيحين اللذين هم عند الإمام الحجة الذي يأتي بهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نرجع أخواني هذه المقدمة إلى الآية القرآنية الشريفة التي تخص الشهداء، التي تخص الذي يقتل في سبيل الله شهيدا. الله سبحانه وتعالى ماذا ذكره وأشار إليه بكتابه الكريم؟ الله عز وجل يقول: إن الله اشترى. من المشتري؟ هو الله عز وجل. ومن البائع؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. ما هي البضاعة؟ الأنفس. ما هو الثمن؟ الجنة. ما هو السند بين البائع والمشتري؟ هسه لعله واحد اليوم يشتري له قطعة من الأرض أو سيارة أو دراجة، لابد أن تكون بها شنو؟ ورقة، حتى نثبت البائع يثبت المشتري حق هذه البضاعة. الله سبحانه وتعالى ما هو السند الذي جعله بين الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله؟ هو التوراة والإنجيل والقرآن. هذا هو السند الذي يحاجج به الشهيد يوم القيامة ملائكة الله والله عز وجل، لأنه ما هو سندك الذي استندت عليه وجاهدت وضحيت في سبيل الله؟ هو التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به.
وتشوفون اليوم اخواني ابائي ان الشهداء وركب الحسين وكلمة الامام الحسين وخطابه وقوله حينما خرج من مكة الى كربلاء: من التحق بي استشهد ومن لم يلتحق بي لم يدرك او لم يبلغ الفتح. اذا لا زال ركب الامام الحسين عليه السلام هو ساري المفعول، ولا زالت سفينة الحسين تكون فيها الشهداء والسعداء والمضحون في سبيل الله. وتشوفون اليوم بأنه الهيمنة والاستعمار والشيطان الأكبر يصول ويجول ويقتل بأبناء الشيعة، بأبناء المسلمين، بالمجاهدين، بالقادة. لا بد أن ننصرهم ولو بكلمة، ولو بصرخة، ولو بوقفة، ولو بدعاء، ولو بفضح جرائم العدو الصهيوني الذي عاث في الأرض فسادا. وسوف ترون بإذنه سبحانه وتعالى زواله على يد المجاهدين في سبيل الله. فنرجع، الله عز وجل أعد للذين يقتلون في سبيل الله الجنة، وجعل باب في الجنة لا يدخل منه إلا الشهداء، غيره لا يدخل. بعد ويزف الشهيد إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. وفي الروايات والأخبار أول قطرة تقع من دم الشهيد على الأرض تغفر له جميع ذنوبه وعيوبه. نعم، لذا حين نحن في الفقه الإسلامي الشيعي الشهيد الذي يقتل في ساحات القتال والجهاد لا يغسل ولا يكفن ولا يحنط، يصلى عليه ويدفن بدمائه، أسوة بالإمام الحسين حينما قال: ولطخ لحيته بدمه الشريف وقال: حتى ألقى جدي رسول الله مخضبا بدمي، صلوات الله وسلامه عليه. لذا من الأمور التي يشهد بها للشهيد في سبيل الله هم الملائكة. والشهادة الثانية التي تشهد للشهيد هو دماءه وجراحاته. اخواني آبائي، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان في جسده 80 جراحة، نزل إلى ساحة القتال ولم يبلغ 20. لذا بأن الجهاد في سبيل الله هو واجب كفائي، بل يكون عيني إذا لم يقم به العدد الكافي. نرجع، هؤلاء الشهداء في سبيل الله، واليوم قاعد نشوف شهدائنا مع شديد الأسف الحد هاي الأيام الأخيرة قصفوا مقرات الحشد الشعب المقدس، ونحن في مرأى ومسمع، وكأنما على رؤوسنا الطير، لا ضجة، لا كلمة، لا صولة، لا صيحة، لا منشور، لا كذا. ونحن بالتالي قفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، ما مضمون الآية. لذا دعبل، خلي بالك يمي، دعبل الخزاعي حينما يدخل على الإمام الرضا يسلم عليه الإمام الرضا يقول: السلام على ناصرنا بيده ولسانه. لذا أمير المؤمنين في وصيته للحسن والحسين: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. بعد: وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هسه نرجع للآية. الله عز وجل حينما يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هي الأموال تشتري بيها ويشتريها الله عز وجل. شنو المراد من هذا؟
لا بمعنى الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قدم الله عز وجل المال: وتحبون المال حبا جما. نعم، هؤلاء الشهداء السعداء حشرهم الله سبحانه وتعالى مع الحسين، وفي ركب الحسين، وفي ركب فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. جعل الله سبحانه وتعالى وميزهم عن الآخرين بأعمال وصفات. نقرأ القرآن، ماذا يقول القرآن؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون. يا هم ذول الشهداء المجاهدون في سبيل الله. السائحون بمعنى الصائمون، بعد الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. يا رب، والنتيجة: وبشر المؤمنين. نعم، وبشر المؤمنين. لذا أخواني ينقل في الروايات إن مراتب الجنان بقدر أنفاس الخلق. لذا الجنة مراتب أخواني، مو كل إنسان بأنه النبي حينما يقول: يا علي وجدتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. خلي بالك يمي. لذا في الروايات أمير المؤمنين مكلم الشمس. من مكلم الشمس؟ هو علي بن أبي طالب. كان جالس مع رسول الله في يوم من الأيام. وخلي بالك يمي بأنه نحن في الجنة، ولكن مراتب. الذي يقتل ويستشهد في سبيل الله لا مرتبة أعلى، لعله توازي الشهداء السعداء، توازي ركب الإمام الحسين وأصحاب الإمام الحسين. جالس أمير المؤمنين وفي جنبه رسول الله. فقال رسول الله لأمير المؤمنين، هذه تنقل الرواية في موسوعة الغدير للشيخ الأميني في الجزء السابع تقريبا. رسول الله يقول لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، كلم الشمس. ناس باوع، لأنه يريد يقول للناس، يريد يقولهم بأنه ولي الله في أرضه من بعدي هو علي بن أبي طالب. فأمير المؤمنين قال للشمس: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ورسوله. ردت علي الشمس: السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الموحدين وقائد الغر المحجلين، يا علي أنت وشيعتك في الجنة، أنت وشيعتك في الجنة. ولكن يا شيعة أخواني، أكو خطر كبير. الإمام الحسين في يوم عاشوراء حينما وقف في أرض كربلاء وخاطب جيش عمر بن سعد، ماذا قال له؟ قال له: يا شيعة آل أبي سفيان. مسألة خطرة. إذن مو كل شيعي بأنه ينتمي لعلي بن أبي طالب وساكت لا يقول الحق. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، بل المؤمن الضعيف لا دين له الذي لا يقول الحق. أعظم كلمة عند الله كلمة حق عند سلطان جائر. لا بد اليوم أن نقول الحق ولو بكلمة، ولو بكلمة، وهذا أضعف الإيمان. خلي بالك يمي، ماذا قال الإمام الحسين؟ يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. فعلا. لذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: تنقسم أمتي ل73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة في الجنة. ما مضمون الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله؟ نرجع صفات المستشهدين في سبيل الله.
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. اليوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إخواني ناسينه، وفرع من فروع الدين. كم فروع الدين؟ 10: الصلاة، الصوم، الزكاة، الخمس، الحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، الولاية لأولياء الله. اليوم توالي أولياء الله، مو عبان للولاية في زمن الإمام الحسين، لا، هذا منتهين من عداية من المسلمات. الولاية لأولياء الله في زمانك ومكانك، والبراءة من أعداء الله في زمانك ومكانك. الله يسألك على زمانك ومكانك، ما يسألك على زمن الإمام الحسين في سنة 61 للهجرة. خلي بالك يمي، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، بعد والحافظون لحدود الله. لذا اليوم حدود الله اخواني ما تطبق اليوم حدود الله مع شديد الأسف. حتى بالعشائر، بالفصول، بالقعدات العشائرية ما يجيبون القرآن وياهم وسنة أهل البيت. ما من شيء إلا وفيه كتاب وسنة، ما من شيء إلا وله، ما من واقعة إلا ولها حكم. لماذا لا نحكم بما أنزل الله عز وجل؟ والله يقول: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الفاسقون، هم الظالمون. ماذا نقول إلى الله عز وجل في يوم القيامة؟ ماذا نقول إلى الحسين ونحن ننتمي إلى الحسين؟ ماذا نقول إلى صاحب الزمان حينما يظهر صلوات الله وسلامه عليه؟ ماذا نقول له؟ نعم، إنما الدنيا، الشاعر يقول: إنما الإنسان ضيف لأهله، يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. الدنيا هي دار فناء لا دار بقاء، وإلا لو كانت دار بقاء لجعلها الحسين، لجعلها علي بن أبي طالب، واتخذها دار قرار ودار استقرار. والله عز وجل يقول: ولدار الآخرة لهي الحيوان، أن تقول الحق ولو على نفسك. وعلي بن أبي طالب يقول: الحق أوسع كل شيء، ولكن أضيقه عند التناصف. حينما يأتي الحق إلى نفسك لابد أن تنصف الآخرين، والله لا يستحي من الحق. نعم، والحافظون لحدود الله. اليوم حدود الله تنتهك، اليوم حدود الله تضرب، اليوم حدود الله تذبح، اليوم حدود الله يتجاوز عليها الأعداء. نعم، الصهاينة. اليوم غزة من حدود الله، لابد أن ننصرها ولو بالكلمة، بالدعاء، بفضح جرائم الكيان الصهيوني الغاشم الذي يريد قتلنا واستبدادنا وسلب خيراتنا. نعم، والله عز وجل يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. لماذا لا نطبق ما أنزل الله عز وجل؟ لماذا؟ نعم، هذه هي صفات المستشهدين في سبيل الله والمجاهدين في سبيل الله. الحسين عليه السلام حينما نزل إلى كربلاء، نزل إلى ساحة الطف، ساحة الوغى. نعم، نزل يخاطب القوم الذين هم لا زالوا أعداء الإسلام، لا زالوا أعداء القرآن، لا زالوا أعداء الحرية، لا زالوا أعداء الإنسانية. نعم، الأعداء اليوم العدو المتمثل بالصهاينة، بإسرائيل، بأمريكا، لا زال اليوم يذبح الحسين يوميا
حينما نقول كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. وقف الحسين بأبي هو وأمي لن ولم يترك الحسين سيفه حتى انحلت قواه. ينقل يا شيع يا موالون. حينما الحسين سقط على الأرض مغميا عليه، نعم نادت زينب حينما وقفت على التل: حسين أخي إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله، فإن القوم هجموا علينا، والله للشام زينب تنسب ما يخطر على البال، والله على البال وتتفرج عليها هند ياهو الذي قال وتتفرج عليها هند ياهو يا مال. والله تمشين يا زينب سبية وياك كل الفاطمية، والله يودوك لابن الدعية وحسين يبقى على الوطية، وعباس على الشاطئ يا رمي يا لقد كل ما يجول الزمن بيها، لقد كل ما يجول الزمن بيها، تدير العين وتدور وليا يا اخو. الله يساعد قلبك مولات زينب ام المصائبها قاعدين ساده غيارها. الخيط كل ما يجول الزمن فيها، تدير العين وتدور وليها يا اخوي. يشيل الحمل يشيل الحمل لو يضقال عليها. الله بعدها زينب بالغرب عاشت وحدها، زينب بالغرب عاشت وحدها وعلى هموم الزمان ما حد نشدها يا اخوي، وعلى هموم الزمان محايات نشدها. حالات الاخت تكون اخوان عدها يا ابن امي يا ابن امي. شجر الصير وتلوذ بسدها مايا. بعد مولات زينب ها ازل راسك ها نزلها الدمعه. ويا الطارش اللي صار لخوتي. الله يساعد قلبك مولات زينب ام المصائب ها. وين الطارش اللي صار لخوتي يا ام عباس ويسولف بلوتي، يا ام عباس
الياس ويسالي بلوتي اخي قل يا القمر زينب بعازي بعازي يا خويا الموت ويا توازن بعدها ضيم هواي عذرا سادها غياره ضيم هواي ابن امي ابن امي لجاني اخم عليك محتار بزماني ضيم هواي يا ابن امي يا ابن امي لجاني اخم عليك محتار بزماني وفراقك عرض لو عثران يا اخو قميت كضيت دليلي وجعاني الله بعدها زينب قلبه ما يريد يروح ويذول موفق الشاعر مصطفى غزعلها قلبي ما يريد يروح ويذول اللي رافج غرب يا حسين مذلول اللي رافج غراب يا حسين مذلول اللي الاسود وخمر بين الجتول يا اخويا ومعروف الهضمني ومعروف الهضمني ومعروف الهضمني ومش مجهول خويا عبريت جثة وحسستني وروح من طريق رجعتني شميته ولقيت الريح لبني قلبي عليك خلاني وعقبني يا ابن امي عزيز الولد الله وفقدنا اعزائها المرحوم سيد هادي رحمه الله على روحه والمرحوم ابو سيف هاله اليجي رحمه الله على ارواحهم ها يا عزيز الولد لكن مش مثل اياك انا روح على الخوى برت لك يا ابنو قل له حاجيني يا من فدوى رحت لك حسين يا اخو غريب الروح يا ابن امي اتكت لك يا اخو وجدالتك غمان كتلاك الله بعد زينبها بعد وجدالتك غمان كتلاك الكثرة والغدر تاخذ زلم حاك يا اخو اي عمي انا عين على خوت الضيعان يا ابن بالمقامة تبيض الوجع عرفايك
ولهذا السبب يا حسين غدراك يا ابن الله بعدها. اختك الله يساعد قلبك مولاة زينب. ها نزلها الدمعة تستاهل زينب ومن مصائبها. اختك بن سيار الله تجي زينب ها وتجلس على قبر الحسين ها اخيها بالفضل العباس تقول اختك بن سر كانت ردايت وعلى قبرك يا ماي العهين قعدت يا ابن المصايب 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 يا خويا من هالحيل هديت هدت الله بعدها بعد إلا لا يرد من السفاير اللي يرد من السفر ويريد ملقاي اخوته بالثنية كون يلقى يا ابن ام ويا ابن ام ثجيله تقتل يا اخوات الفرقه يا الفرقه والله بعدها إلا أخويا اللي يرد من السفاير مجود ليلة اللي يرد من السفاير مجود ليلة غير يشوف يا وادم خليل يسالف ضيم قلبه ويشتكيله. بعد زينب اللي اصل المكارم والطيب منهم الخايف كان يا من لو وصلهم وصف قبور وصف قبور والله منازلهم يا اخوي وصف منازلهم. الاخوان طلبوا من عند الاخوه ها عباس خلاني وجفاني عباس خلاني وجفاني ودمع الحجر صب عماني جوين احصل مثل ثاني يا ابن امي يا ابن امي اخ عمي عيني على الخوان بويا يا ابويا انا بقلبي اذكر مصيبة الامام السجاد عليه السلام ها انا بقلب المصايب صيح يا ما يا عاتب بن عايش من تمور يا ابوي يا ماي اريد ابني تدفن علي يا ماي وتجيب اخبار من بنت رقيه علي يا زمن حزنك وجبته علي يا زمن حزنك وجبته يجلب الروعي بعرف وجبته تلقاني شلد قلبي يا ابوي
وجبت حاف والتراوي ذر علي الحزين هيض علي بعدك خليته. الله، هذه الابيات ها، واسالكم الدعاس هذا غياره. الحزين هيض علي بعدك خليته، خليته بيتك من صف عيونك يا ابوي يا ابوي. خليت ابوي هناك وابن امي ابوي هناك وابن امي، خليته تحذاك القبر قوى عليه يا ابوي. تحيت ذاك القبر قوى علي. إنا لله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، شافي مرضانا، ارحم موتانا، يسر امورنا، اقضي حوائجنا جميعا يا الله. اللهم اجعل راية الإسلام هي العليا، وراية الكفر والنفاق هي السفلى. إلهنا من كانت له في مجلسنا هذا حاجة، واقضي اللهم حاجته بمحمد وآل محمد. نهدي قراءة سورة المباركة الفاتحة إلى أرواح الأئمة الطيبين الطاهرين الأنبياء والمرسلين الشهداء والصالحين، كل من مات على ولاية أمير المؤمنين، موت الجالسين السامعين الحاضرين المؤسسين، على رأسهم الأئمة الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد.